اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عالسلامة، مرحبا بكم معنا اليوم. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. اليوم باش نعمل مع بعضنا سلطة مشوية. لهنا غسلت الفلفل والطماطم والثوم. بالنسبة للزريعة تاع الفلفل أنا نحيها. هذا فلفل حار، نحيلو زريعته نغسل بالكدا باش الصغار ينجموا ياكلوها، ما تكونش حاره برشا برشا، خاطر الفلفل هذا حار على الاخر. بالزريعه واحد ما ينجمش ياكلو، برغم ان ناكلو الحار ولكن حار برشا. هاكا توا باش نبداو ان شاء الله. حطيت الغناي يسخن على الغاز. الغناي باش نبداو. بسم الله. الثوم نحطو بالقشور نتاعو باش ما يتحرقش. ونحطو زاده البصل نتاعنا، نجم تقصوه حتى على 4. يعني هذا البصل صغير وماهوش شكل يابس، يعني ما يقلقش هكا يطيب بقدرة الله. حتى كان جاي شويه ما يقلقش، مش مشكل ناكلوه. نقعدو ديما نفقدو ونقلبو. ولهنا تو اللي تتشوي وتكون حاضرة نحاها. حطوا في طنجرة كسرونة اللي هو، المهم تبدا بالغطاء، يعني دوب ما تكملوا تشوي وتحطوا فيها وتسكروا باش من بعد تعرق عليها. كي تجو تقشروا تلقاوها سهله، تتنحى القشره معاكم بسهوله. اللي يحب يحط في ساشي واللي يحب اي حاجه، المهم تبدا حاجه مسكره تخليك العرق نتاع السخانه يرجع على الفلفل والخضره هذه نتاعنا، من بعد تتقشر بسهوله. تو بعد ما كملنا الفلفل بقات كان الكميه هذه نتاع الفلفل باش نحطوا الطماطم. فلفل حار ماهوش محروق راه، شفتوا؟ شوفوا القشره تكون محروق. نحطوا الطماطم نتاعنا كيف غسلتها. ونجمو زاده نحلوه الكعب على زوز هكا بالطريقه هذه باش فيسع تجيبلكم ما تطابش فيه. وهذا الفلفل كما قلت لكم حطيته في طنجره نسكر باش تقعد السخانه كما قلت لكم. ولهنا كملت الطماطم. توا باش نكمل نحطوها مع الفلفل والبصل والثوم ونخلوهم شوي ومن بعد نقشر ونرحي. تنجموا ترحوا، تنجموا تقدوها بالمهراس اللي تحبوا عليه انتوما، الطريقه اللي تعجبكم انتوما. وتو هنا عنا القارص نتاعنا باش نعملوه سيتروناد. انا هذا عندي من قبل محضرته محلول الكعب على زوز ولا على 4. نحيت لها القلوب نتاعها قبل كل شيء، غسلت نحيت الراس منه ومنه وحطيته شويه في الماء سخون، غلي دوبه شويه مش برشا، ومن بعد خليته برد وحليت الكعبه على زوز ولا على 4 كيما تحبوا انتم. المهم باش نحي القلوب منه من بعد ما يجيش مر. وتوا هاني جبته نحيت له الثلج نتاعو وباش نحط نرحيه هاكا. لهنا رحيتها مازال فيه شويه ثلج. باش نحط فيه السكر توا ونخليه يترقد شويه يشرب بك السكر بالكدا، باش من بعد وقت اللي نصفيه يبدا السكر ذايب بالكدا. باش نعاود نرحيه راني هنا هذا توا، يعني باش نحط له السكر ونزيد الماء ونخليه يذوب، يزيد يذوب الثلج شويه
ومن بعد نعاود نرحيه ان شاء الله. بالنسبه للسكر كل واحد وكيفاش يحب، عدلوا السكر على كيفكم. بسم الله. وتوا الخبز، باش نعمل الخبز للعيد. انا عندي الخبز، ولكن بما انه عيد خلونا نفرحوا على قاعدة بعاداتنا الكل. حاسيلو لهنا عنا سميد وعنا فارينة، سميد وفارينة، سميد أرض بالطبيعة. عنا لهنا خميرة وسكر، وعنا شوية كركم، عنا لهنا الملح، وعنا لهنا افاحات الخبز، جلجلان وبسباس وسينوج. بسم الله. بالنسبه لي انا كما قلت لكم عندي الخبز، عملت كميه صغيره تقريبا بين السميد والفارينه كيلو كيكه. به هنا قلت لكم الملح، يعني الملح تعملوا حسب المذاق نتاعكم. ولهنا باش نحط زيت زيتونه. بسم الله. نجموا تخلطوا بالحليب والا ياغورت طبيعي، ومعها شويه ماء، الماء يكون دافي مش سخون. تنجموا زاده تحطوا شويه يا سمن يا زبده باش يجي مبسس باهي. ولهنا حطينا الماء. ماذا بيكم خلوها طريه ما تلصقش في اليد. تو باش نكمل نعجنها تتعجن. شفتوها هاي طريه اما تلصقش. يدي انا خاطر مازالت مبلوله بالماء، ها ماهيش تتلصق لي. صافا صافا. نكمل توا نعجنها ومن بعد نوريكم في الاخر. هايك لهنا كملنا. هاك يدي ما غسلتهاش. صافا ماهيش تتلصق. شفتوا ها وطريه او ميم طون. توا نخلوها تخمر ومن بعد نطيبوها ان شاء الله. هاك لهنا توا بعد ما رحينا السيتروناد متاعنا باش نصفي. هنا ناخذ الصفاية متاعنا. بسم الله. خاطر شويه توا نزيدو شويه ماء ونبدا نصفي. لهنا بعد ما كملت صفيت هكا باش نزيدهم شويه ماء ونعاود نرحيهم، خاطر هذايا مازال قوي. السكر نزيد شويه مش برشا. وهذا باش نزيدو الماء. هاكم هذوك عاودت صبيت فيهم الماء ورحيتهم مره اخرى. هكا توا باش نصبهم في الدبوزه مع الاخرين. هاكا كمل. توا باش نحطها تبرد. توا الخبز نتاعنا بعد ما خمر باش نشكلوه ونطيبه ان شاء الله. نبداو هكا نقصو كبير صغير كما تحبوا نتوما، تختاروا الحجم اللي تحبوا عليه. ولهنا نبدا نشكلو هكا. نحطها على جنب ونكمل الباقي. لهنا كملت. توا باش نفطرهم. نجمو زادا تفطروا بيدكم، راه مش بالضرورة بهذه، مش بالضرورة بالقلقال. نعملوا لها هكا ونحطوها باش تخمر من بعد ديريكت. ما نعملهاش ثقب بعد ما تخمر، نعمل قبل. انا باش نحل معكم واحده باليد لهنا باش نخليهم يرتاحوا ويخمروا قبل ما نبدا نطيب فيه. وتوا نجو للسلطه نتاعنا.
باش نقشروها. لهنا هاكا قشرت الطماطم، هذه القشور نتاعها، وباش نكمل الفلفل والبصل والثوم. ولهنا كملنا هذه القشور وهذه السلطه، فلفل طماطم ثوم بصل، وهذا الماء اللي حطينا فيه السلطه بعد ما شويناها، وهذا الماء اللي خرج من السلطه بعد ما قشرناها. وباش نزيد من بعد ما نرحيها كان فيها ما نزيد نسقطرها مره اخرى. هنا هاك الخبز نتاعنا خمر، حطوه يطيب على اقوى درجه عندكم في الفوق. الخبز بدا يحمر، توا البابي مبلوله، هذا يسحن فيه، هذا يسحن باش نحط فيه بابيكا عاديه هكا في الماء وندهن به الخبز نتاعي هكا. نجموا تحطوا منديل اي حاجه، المهم هكا ديروا بيها له هكا، تحطوا الماء بابي هكا، ونجوا لهنا للخبز نتاعنا ندهنوه بالكدا باش تجي كلها مع فيه. هاكا الخبز ما شاء الله حضر، تو نخرجوه. وهنا الخبز نتاعنا حضر طاب، خرجني من الفور ما شاء الله تري هبل. شوف لهنا تو نجو نرحو السلطه، حطيت الفلفل هاكا لهنا صاير ريحه الفلفل، ما نرحيش على الاخر الفلفل. تو باش نعملوا طماطم. لهنا كملت سقطرتها بعد ما رحيتها هاك. الفلفل ما نحبوش مرحي على الاخر. تو باش نخليها نغطي عليها ونخليها، من بعد وقت اللي نجي باش نحط لها الزيت والملح. لهنا باش نحط الكبده والقلب وشويه اللحم والكلاوي، وباش نعمل لهم الفحات نتاعهم نخلطهم ونبدا نشوي. توا عنا لهنا باش نعملوا كليلو زعتر مرحيين مخلطين مع بعضهم، ملح، وباش نحطوا شويه فلفل اكحل، هنا عندي البياسترا هذه بالضبط، حط نشوي عليها. وهنا المشوى نتاعنا حاضره، نطيبها كامله من اللون، ومن بعد وقت اللي تطيب من برا نقصها باش تطيب من داخل هكا ما شاء الله. وهذه الطاولة نتاعنا، هذا المشوى هكا بعد ما شويتها قصيتها جويده، السلطه حطيت لها زيت زيتونه وملح وخلطتها كها. هذا الخبز شوفوا ما شاء الله، السيتروناد